هنعمل مع بعض بقى النهارده بيتزا بأسهل طريقة ممكن تعمليها بيها، سهلة جدًا، جدًا، وهتطلع معاكِ ما شاء الله أحلى من بتاعة برّه بكتير جدًا، جدًا، وطعمها ما شاء الله حلو أوي، وهتحطي فيها الحشوات اللي أنتِ عايزة تحطيها، أي حاجة أنتِ حابة تحطيها. لأول مرة بقى بتتفرجوا عليَّ يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ده معايا كيلو دقيق، تمام، هانزل عليه بمعلقة ملح صغيرة، ومعلقة سكر، تمام، ومعلقة ونص خميرة. هابدأ بقى أقلب كل المكونات دي كده كويس في بعضها، المكونات الجافة دي كويس. هاجيب معايا كوباية ونص مية وهنزل عليهم بعلبتين زبادي، تمام. هبدأ بقى كده أقلب بقى الزبادي كده في المية دي دافية، هقلبهم كويس كده. وهنزل كمان بنص معلقة بنص كوباية زيت، هنزل كمان بنص كوباية زيت على على المية والزبادي. يبقى أنا بقى عندي كل المكونات السايلة كده حاططها برضو على بعضها، المية والزبادي والإيه والزيت. ممكن تستبدلي المَيّة بلبن لو حابة تعملي كده، مش حابة خلاص اعملي مَيّة، بس وخلاص بقى. هابدأ بقى كده أنزل بقى حبة، حبة، وأقلب بالمعلقة، وبعد كده بقى أشتغل بإيديّا. ولو عندِك عجانة عجني فيه ما فيش مشكلة، بس بقى تبدئي بقى كده تعجني بإيديكِ. طريقة العجين سهلة أوي، أوي. العجينة دي بتكون ولا عجينة ناشفة أوي، عجينة حنينة كده لينة في إيديكِ، يعني مش بتكون ولا ناعمة ولا ناشفة أوي ولا طرية أوي، أوي، بتكون كويسة كده، يعني مش بتلزق في الإيد. معجونة كويس كده، ما شاء الله عجينها بقى كويس جدًا. وبعد كده بقى هاغطيها واسيبها بقى ترتاح معايا. بعد كده بقى هاكون باجهّز الصلصة أو الطماطم الكونفيزيه بتاعة البيتزا. الصلصة دي سهلة جدًا وحلوة أوي. هاجيب طماطم كده هافتحها 4 زي ما أنتِ شايفة، وهانزل عليها بمَيّة بتغلي، وهاسيبها كده حوالي 10 دقايق بالضبط. وهابُص بقى كده ألاقي القشرة بتاعتها ما شاء الله بتطلع معايا بكل سهولة. هاقشّرها بقى كلّها، وبعد كده بقى هاعمل فيها هاضربها في الخلاط أو بالهاند بلندر زي ما تحبي. وبعد كده بقى هانزل عليها بمعلقة زعتر، ومعلقتين زيت زيتون، وربع معلقة ملح، بس كده وخلاص. هاند بلندر أو في الخلاط زي ما تحبي بقى، اللي موجود عندِك اعمليه، أو في الكبة برضه ممكن يتعمل معاكِ، بس وخلاص. هابدأ بقى كده أنزل بقى بمعلقة زعتر كده كبيرة، ومعلقتين زيت زيتون، وربع معلقة ملح. وبعد كده بقى هاشوف بقى العجينة بتاعتي هالاقيها ما شاء الله اتخمرت كده معايا بالشكل ده وارتاحت خالص. هابدأ كده بقى أقطعها على كور. أنا الكيلو عمل معايا 6 كور، ممكن انتي بقى تعملي بيهم 8، ممكن تعملي 4 على حسب انتي بقى ما بتحبي الصينية بتاعتك اللي عندك هتبقى بس هي سمكها مش بيكون عالي أوي، يعني سمك البيتزاية بيكون حوالي 2 سنتي بالضبط، أو أقل من كده كمان. في كمان أنا باحب أعملها ساعات بتبقى سنتي بس. بعد كده بقى هابدأ طبعًا هي بتبقى 2 سنتي أو سنتي بعد ما بتستوي، قبل ما بتستوي بيبقى سمكها رفيع خالص. وبعد كده بقى هي بتزيد معاكِ في الفرن، لإن الزبادي والخميرة بتساعد على رفع العجين. بعد كده بقى خلاص الصلصة بتاعتي كانت ما شاء الله، أو الطماطم بتاعة الصلصة بتاعة البيتزا ما شاء الله اتعملت وجهزت. هابدأ بقى كده أبدأ بقى كده أفردها في الصينية، وأعملها كده بالشوكة، أخرّمها بالشوكة عشان الصلصة وكمان ما تتنفخش معايا في الفرن كتير، عشان الصلصة كمان والعجين كمان يتشرب من الصلصة كده يبقى طعمه حلو. بعد كده بقى هابدأ أوزّع الفلفل بتاعي، أي حشوات بقى أنتِ حابة تحطيها، شوفي أنتِ بتحبي أنا حطيت الفلفل ده، وبعد كده طماطم برضه شرايح كده حطيتها، وزيتون برضه شرايح، تمام. بعد كده بقى كان أنا عندي فراخ شوّحتها كده على النار مع بصلاية صغيّرة وفلفل أسود وملح، بس شوّحتهم تشويحة كده خفيفة. وهابدأ بقى كده أوزّعها برضه كده على الصينية بتاعتي. وبعد كده بقى أحط أي نوع جبنة بقى أنا باحب أحطه، جبنة تركي أو جبنة موتزاريلا، شوفي بقى أنتِ بتحبي أنا حطيت صراحة جبنة تركي، أنا باحب أوي أحطها فيها بتخلّي طعمها حلو أوي. بس بقى هادخّلها طبعًا على درجة حرارة عالية، علشان البيتزا بتحب النار العالية، تطلع معاكِ بقى كده ما شاء الله هشة وطعمها حلو جدًا، جدًا. هاعمل واحدة بقى كده بخلطة كده جميلة أنا باحب أعملها أوي، أوي. طبعًا الجبنة دي أنا باحب أستخدمها أوي، أوي في البيتزا، تمام. لو موجودة عندِك بقى أي نوع جبنة استخدميه. أنا باحب أستخدم الجبنة الكيري دي كده باحطها الأول أول طبقة، باحب أنزل عليها كمان برضه
كمان الخطوات دي غريبة شوية بس والله mix مع بعضه في الآخر بيبقى طعمه حلو أوي، وكمان بانزل عليها بمعلقة صلصة برضه من اللي أنا عملتها، الزعتر بقى مع الجبنة مع زيت الزيتون بيدّي طعم كده مش قادرة أقول لِك حلو أوي، أوي. هابدأ بقى أوزّع فلفل برضه وزيتون وطماطم كده بالشكل ده، وهاحط بقى جبنة إيه موتزاريلا كده على الوش وجبنة تركي برضه، وهادخّلها بقى الفرن برضه على درجة حرارة عالية جدًا. أنا بقى خلاص مش باسيبها تتخمّر ولا ترتاح تاني خلاص هي كده ما شاء الله اتخمّرت وكانت حلوة معايا أوي. شايفاها حلوة جدًا، جدًا وما شاء الله كان طعمها حلو أوي. جرّبوها بنفس الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم أوي. وطريقة الصلصة بتاعتها بتفرق جدًا في الطعم بتاعها، جرّبوها بقى وإن شاء الله يا رب تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.